هل لما كان حد بيقدم لحضرتك مقترح زي ما حضرتك ما ذكرت كده الاستاذ محمد جمال مثلا قدم لك مقترح ب 12 لعيب عايز يبقوا موجودين، كنت بتتعامل مع الموقف ازاي؟ بتقول له نعرض على الكابتن علي ابو جريشه؟ طبعا. كنت بتقول له كده ولا بتقول له لا خلاص احنا مش عايزين؟ لا بتقول له لما الناس الفنيين هم اللي يقولوا انا ما عنديش اي مشكله. طب الكابتن علي كان بيبقى دوره ايه في الحته دي لما بتجيله الاسماء؟ ما هو كابتن علي عندهم رؤيه هم يعني ممكن يقول لا ده ما ينفعش وبتاع وكلام من ده، او هم محضرين اسماء كده. فده كانت بتثير حفيظه عضو مجلس الاداره، رغم ان انا قبل الانتخابات جه قاعد معايا وقال لي انا داخل يا باشمهندس وانا شايف ان انت مش عايزني وكده وبتاع. قلت له انا مش مساله مش عايزك، بس انا قبل انت ما تخش انا بقول لك من دلوقتي هتخش مالكش دعوه باللعيبه. لان دي مشكله هتعمل مشكله ليك ومشكله لينا احنا كاعضاء. مش هي دي الاسماء اللي حضرتك كنت مختارها؟ لا مش هي. لا انا كنت داخل معايا بالظبط الامين الصندوق والاستاذ احمد عبد الرحمن اللي هو لسه مستقيل قريب ده وكان الدكتور اللي هو اشرف عماره كان نازل نائب رئيس. دول الاربعه بس، والباقي قلت لان ما كانش في حد متقدم. انت عارف انت مشاكل النادي الاسماعيلي خلت كتير جدا من الناس اللي هي عندها قدرات اداريه وقدرات ماليه تبعد عن العمل في النادي الاسماعيلي. ليه؟ لان في الاخر هيتشتم. هيتشتم؟ ليه؟ زي ما احنا اتشتمنا كده. يعني انا واخد النادي عليه 15 قضيه، لما احل منهم 9 واثنين اخفض المبالغ بتاعتهم من 3 مليون دولار ل 800,000 دولار، واخد بالك؟ يعني مخفض 2 مليون و200 الف في حالتين. يعني حاله محمد بن خماسه الحكم بتاعه 1,900,000 دولار. هتزعل مني في اللي هقوله لك؟ لا، الناس هتبقى بتحكم حكم، وجمهور الاسماعيلي تحديدا هيبقى يحكم حكم انه طب الفرقه عامله ازاي؟ الفرقه السنه اللي فاتت هبطت ولولا الغاء الهبوط كان دي برضو نقطه انا عايز اتكلم فيها. لولا الغاء الهبوط السنه اللي فاتت كان النادي الاسماعيلي هبط. السنه دي الاسماعيلي في موقف في منتهى ايوه انا عندي قيد تاديبي، انا مش انا السبب فيه. انا كل المشاكل دي انا جاي لاقيها، مش بس دي على فكره. طب ما ده في لعيبه لسه كمان مصريين احنا ما اتكلمناش فيهم. فراس شواط ده ما كانش مع حضرتك؟ كل دول انا ما عنديش ولا واحد. ما فيش غير واحد اسمه محمد لمين كونيه اللي ظهر في الاخر ده. انما ال 15 قضيه انا حتى في كشف موجود، ال 15 قضيه دول موجودين قبل مني انا. يعني 15 قضيه قيمتهم 9 مليون دولار. النادي الاسماعيلي يعني عنده امكانيات يعمل الكلام ده. ال 9 مليون دولار دول احنا سددنا منهم في قضايا حوالي 2 مليون دولار. ايوه اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي هيقول طب ما المهندس نصر ابو الحسن قال انه انا اقدر احل المشاكل دي، انا عارف مشاكل النادي الاسماعيلي. طب ما انا ما كملتش، انا كنت هحل وكنت هفتح القيد الايام دي. كنت هتقدر تعمل ده؟ لان خلاص القيد التأديبي المعوق ليا مشي، يعني انتهى. انا عارف انه كان هينتهي يوم 31 ديسمبر. من يوم 1 يناير انا لو انا خلصت الباقي ده كان 3 قضايا كنت هتفتح القيد؟ كنت هفتح القيد، وكنت في اول 10 ايام هأيد لعيبه، وكنت عايز ابدا قبل وقفه التوقف اللي هي هتبدا يوم 18 يناير. هتجيب فلوس منين؟ انا كان عندي يعني شويه خطط، منها مثلا انا كنت الاول سعيت ان انا اخد قرض زي ما الزمالك خد والاهلي خد وكده وبتاع، وقدمنا طلب. احنا وافقنا في مجلس الاداره بالاجماع، عشان برضو اللي بيطلع يقول لك انا يعني ديكتاتوري. وافقنا بالاجماع ان احنا ناخد الكلام ده في شهر يناير او في شهر 3 سنه 24 3/25 ان احنا نجيب قرض ب 60 مليون جنيه من احد البنوك. واتكلمنا مع البنوك وبتاع، وقدرنا نتوصل لاتفاق مع بنك، وبعتنا للشباب والرياضه. الشباب والرياضه ادتنا موافقه صريحه انه لا مانع من الحصول على قرض من احد البنوك المصريه بمبلغ 60 مليون جنيه بضمان مستحقات النادي عند الشركه الراعيه. كويس. على ان يتم، شوف الشرط اللي هنا كده، على ان يتم مراجعه العقد بمعرفه الشؤون القانونيه في الشباب والرياضه. كويس. واعتماده. الجهه الاداريه هي اللي هتراقب كل حاجه وتبص وتوافق. حتى انا كمان رحت لما جيت قعدت مع البنك عملت العقد معاهم، قلت ان المبالغ دي مخصصه لسداد الغرامات الدوليه بتاعت فلان وفلان وفلان وفلان، يعني ذكرتهم. انا واخد القرض اسد بيه اللي عليا. اسد بيه اللي عليا، مش هشتري لعيبه ومش هعمل. لا، هسد الغرامات الدوليه. الغرامات الدوليه بس. ما فيهاش فصال يعني، واخد بالك؟ يعني الكلام ده مكتوب على فكره في عقد القرض. طيب وعملنا عقد القرض بعد ما البنك عمل الدراسه الائتمانيه ووافق. انت حتى دلوقتي لو دخلت على السكور الاي سكور بتاع النادي الاسماعيلي هتلاقي ان احنا واخدين 60 مليون، احنا لسه ما خدناهمش. لان الدراسه اتعملت واتحطت خلاص ان احنا هناخد 60 مليون.
بعتهمش ليه؟ بعتنا العقد اللي بيننا وبين البنك للشباب والرياضه. الوزاره بعد شهرين راحت ردت علينا، المفروض ان انا باعت العقد عشان يتراجع. راح ردت علينا ان احنا ما عندناش مانع ان انتوا تاخدوا عقد قرض ب 60 مليون نفس الايه. ماشي. يعني ما اعتمدش العقد. يعني جات لي موافقه ثانيه بنفس الموافقه وبنفس الكيفيه. ف انت المفروض بتطلب منه تقول له اعتمد لي العقد. ما هو حاطط الشرط دوت. فالبنك انا لما حط الشرط ده البنك مش هيتعاقد معايا الا لما اجيب موافقه من الشباب والرياضه على اعتماد عقد القرض. موافقه صريحه. موافقه صريحه. هو راح جاي كاتب عباره كده انه لا مانع من حصول النادي. نرجع لهم تاني ونقول لهم يا جماعه احنا عايزين كذا كذا. رجعنا لهم تاني. رجعنا كل الجوابات دي موجوده. واخد بالك؟ بعتنا وقلنا لا احنا في شهر، الكلام ده كان في شهر 9. احنا بعتنا لكم قلنا لكم ان احنا عايزين اعتماد زي ما انتوا قلتوا انه في شرط. واخد بالك انت؟ الموافقه احنا خدناها قبل كده، بس احنا باعتين عشان توافقوا على العقد، مش على ان انت توافق لي من جديد على ان انا احصل على قرض. راح البتاع دوت، وبعد فتره راحوا جايين في شهر 10 بعتوا لي جواب قالوا لي احنا عايزين خطاب ضمان من الشركه الراعيه انها كده. انت اصلا ما انتش طرف، الشباب والرياضه ما هياش طرف. والحاجه الثانيه انا كنت متفق مع الشركه الراعيه انها تمضي، لان بيتعمل حاجه العقد بيني وبين البنك الاهلي والبنك اللي انا هاخد منه، وعقد ثلاثي بيني وبين البنك وبين الشركه الراعيه. تمام. اللي هو عقد حواله. ماشي. اسمه عقد حواله. ماشي. في الاخر ان مستحقاتي لدى الشركه الراعيه الشركه الراعيه هتسددها للبنك الاهلي. ماشي. في مقابل الحصول على هذا القرض. فانت اصلا من غير العقد ده انا مش هاخد القرض. فاخر حاجه ايه اللي حصل؟ ما اخدتش القرض. ما اخدتش القرض. فانا رحت. الوزاره عملت معاك كده ليه؟ اسالهم بقى يعني. لا ده بس حضرتك انا ما اعرفش. ما تعرفش. انا بقى قابلت الوزير في الوزاره وكان قاعد 5 أو 6. رئيس قطاع الرياضه في الوقت دوت كان الدكتور اشرف البجرمي، ورئيس الاداء مدير اداره الاداء الرياضي الدكتور محمد الكردي. ماشي. وكان المستشار محمد الديب المستشار القانوني، وكان محمود عزمي رئيس الشؤون القانونيه، وكان المهندس ايهاب الابياري من اداره المشروعات، على اساس كنا بنتكلم في حاجات خاصه بالنادي الاسماعيلي. يعني كل هذا الجمع قعدنا ساعه وبتاع وكلام من وكلام الوزير ليا واضح. الكلام ده كان يوم 7/10. ماشي. ان ما يقال غير ما احنا شايفينه. 7/10 حضرتك توقفت يوم 20 قبلها ب3 اسابيع، ب 13 يوم. قال لك ايه؟ قال لي يعني اللي بيقال حاجه واللي احنا شايفينه حاجه ثانيه وبتاع. واتكلمنا قلت له ما انتوا وقفتوني وعطلتوني في القرض. قال خلاص طب ما تشوفوا القرض وبتاع. قلت له لا خلاص انا مش عايز القرض. ليه؟ فقال لي ليه؟ قلت له لا انا عندي حلول ثانيه. انا كنت عايز القرض في مرحله معينه على اساس استعجل واخلص بسرعه. وبعد كده على اساس ان الفلوس الثانيه تجيلي هروح جاي دافع القرض منها، لان انا ما كنتش هخلي القرض اقعد ادفع. حضرتك بتقول لي لو موجود دلوقتي كنت دفعت الفلوس وده رحنا لقصه القرض. لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها القرض ده ما خرجش. طيب. لا في نقطه ثانيه بقى. انا كنت عندي قطعتين ارض في النادي الاسماعيلي. قطعه على ناصيه شارع شبين الكوم مع شارع المدارس مساحتها 1650 متر، وقطعه ثانيه 2500 متر شارع رضا مع شارع المدارس. كنت هتعمل فيها ايه؟ دول كنت هعملهم مجمع بنوك، واتفقت مع بنكين ياخدوا قطعه. بنك هياخد قطعه 625 متر على شارع شبين، والبنك الثاني هياخد قطعه 500 متر على ونجيب شارع. منها فلوس. هناخد دفعه، هنتفق على العقد وهم اللي هيبنوا وهم اللي هيعملوا كل حاجه، وكنا هناخد مقدم لن يقل عن 50-60 مليون جنيه. تسد بيهم الغرامات. كنت هسد بيهم الغرامات. سؤالي لحضرتك، جينا بقى عشان هم ياخدوا القطع دي لازم اجيب حاجه اسمها شهاده صلاحيه من الحي. خاطبنا حي تاني في اسماعيليه اللي احنا تابعين ليه، احنا عايزين شهاده الصلاحيه للارض ديت. جم رفعوا الارض ومثلا مش عارف ايه، وطلعوا حاجه اسمها شهاده متغيرات مكانيه، ودفعنا الفلوس وكلام من ده. دخلنا المرحله الثانيه اللي هتطلع بقى شهاده الصلاحيه اللي هديها للبنك واتعاقد معاه واخد الفلوس. شهاده الصلاحيه دي لقينا بقى الورق عمال يروح ايه شمال ويمين. هاتوا لنا ورق كذا نجيبه. اصل احنا بعتنا الورق للتخطيط العمراني في المحافظه. ماشي. قصه اوراق كلها وصلت لايه؟ هي مش قصه اوراق، هي قصه تلكيكه. مين اللي بتلكك لك؟ المحافظه. ليه؟ ما هو المحافظه في الاخر بقى انا مفيش علاقه بيني وبينها اهو. انا علاقه بيني وبين ايه؟ الحي او الحي. لقيت المحافظه بعتها لي جواب يوم 9/10 او يوم 19/10 قبل ما امشي بيوم. بتقول لك ايه؟ بتقول لي لو احنا عايزين نعرف الملكيه الاستاد دي
بتاعتكم لو بتاعتكم هاتوا لنا العقد، ولو بتاعت المحافظه هاتوا لنا عقد التخصيص. حتى اللي باعت الجواب مش فاهمه، مش فاهم. اولا هي لو ليه انا ده حاصل ما بينك وبين المحافظه؟ ايه اللي حاصل ايه؟ ليه ده حاصل ما بينك وبين انا ما اعرفش. انا المحافظ قعد معايا، عرض عليا انه يجيب 4 شباب صغيرين، وقال دول نعملهم زي مجلس ظل، اصل الناس اللي معاك مش شغاله كويس وكده وكلام من ده. طبعا ده غير قانوني، ما وافقتش. مستشارين يعني، ومستشارين مستشارين ايه؟ ده شباب صغير. مجلس ظل قالها بنفس اللفظ كده. قالها بنفس اللفظ ده؟ ايوه قالها بنفس اللفظ، وقال لي نقرا الفاتحه. حضرتك قلت له ايه؟ قلت له خلاص هشوف يا سياده المحافظ وكده. المحافظه انت بتقول لي في حمله عليه، ده الصفحه بتاعت المحافظه كانت بتكتب بوستات المحافظ، احنا بنهني النادي الاسماعيلي على الفوز على كذا ومش عارف ايه، وثقتنا كبيره في الجمعيه العموميه اللي هتنعقد ومش عارف ايه. كان بيحرض الجمعيه العموميه بشكل علني. ده كلام في منتهى الخطوره. طب هقول لك على حاجه. احنا دي كنا هنعملها، اللي هي حتتين الارض دول، وكنا متفقين خلاص هنستلم النادي الاجتماعي. النادي الاجتماعي انا اتفقت مع شركتين. شركه هتاخدوا حق اداره وتشغيل وتسويق، لان العضويه عايزه حد يسوق لها، والشركه الثانيه هتمول العضويات. فايه اللي حصل؟ الشركه اللي هتمول العضويات دي هناخد منها فلوس، لان المفروض ان احنا هنطرح 1000 عضويه في الاول مثلا، قيمتهم حوالي 120 مليون. كويس. كنا هناخد مثلا 80 مليون من الشركه الراعيه، و50 من البنوك اللي انا بقول لك عليها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ النادي الاجتماعي ما خدناهوش، وراحوا جايين شايليننا مشونا. طب هقول لك، جاوبني بصراحه. لحظه بقى اكمل لك بس. ليه وزاره الشباب والرياضه ممكن يكون عندها مشكله؟ ليه المحافظه ممكن يكون عندها مشكله؟ طيب مع حضرتك بشكل ممكن. ليه؟ لان انا اصلا انا ما بحبش حد يدخل في الشغل. صعب، شخصيه صعبه؟ لا مش شخصيه صعبه، شخصيه ملتزم باللوائح والتعليمات واخد بالك والقوانين. انا ما عنديش مشكله تتفاهم معايا وتقول لي واقول لك وبتاع وكلام. ولا وزاره الشباب والرياضه هتخالف قانون، ولا المحافظه هتمشي في مخالفه قانون. ليه؟ اقول طب هو وزاره الشباب والرياضه، انا هرجع بيك لورا. الوزير اشرف صبحي اتعين في الوزاره في شهر 5 سنه 2018. في شهر 10 2018 طلع قرار باسناد 15 استاد لشركه استادات. ماشي. حق انتفاع. ماشي. كان من ضمنهم من استاد النادي الاسماعيلي اللي هو مش بتاع الوزاره. اللي هو مش بتاع الوزاره. عملتوا ايه؟ انا ما كنتش في النادي. كان المجلس بتاع المهندس ابراهيم عثمان. كلمت الناس اللي في النادي لازم نرفع قضيه، الكلام ده خطير. ما هو معنى ان انت تاخد مني الاستاد وتديه لشركه، الشركه دي هتيجي تقول لي بقى انت هتخش الساعه كام وهتطلع الساعه كام وهتدفع كام وهتمشي الموظفين. كان خلاص انت كنت بتقضي على النادي. احنا مكاننا الاستاد وحياتنا في الاستاد. طيب خليني اكمل لك بس. رحت انا رافع قضيه وانا بره. وكسبنا القضيه بالغاء قرار الوزير في يناير 21. الوزاره تسكت؟ لا، راحت رافعه طعن على القرار قدام الاداريه العليا. فكسبناه في الاداريه العليا في يناير 24 اللي فات ده. سؤالي لحضرتك، وزاره الشباب والرياضه المحافظه عندها مشكله مع النادي الاسماعيلي ولا عندها مشكله مع المهندس ناصر ابو الحسن؟ تمام. انا قلت قول لي لا انا المشكله بقى قلت المشكله يمكن عندي. لما طلع قرار سكت. قلت بقى ادي الموضوع. انهي قرار؟ هو استبعادي. ماشي. قرار ايقاف واستبعاد المجلس. قلت يمكن المشكله فيا انا. فاكتشفت ايه؟ اكتشفت ان المشكله مع النادي. ليه بتقول ده؟ قبل ما اطلع فاصل قول لي جمله واحده. لان اللجنه اللي جت دي كان المفروض تعمل الكلام دوت. تاخد النادي الاجتماعي وتسنده لشركه وتاخد فلوس. وحتتين الارض دول كانوا يكملوهم. مين اللي منعهم يكملوهم؟ ما اعرفش بقى. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا.